خلونا النهاردة نتكلم عن قصة واحد من أكثر القادة اللي أثروا في التاريخ، شخصية مليانة قوة وتحولات، قصة عمر بن الخطاب. وهنا بقى بيجي السؤال المحوري للقصة كلها: إزاي شخص معروف بقوته وشدته ممكن في يوم وليلة يتحول لرمز للعدل الكامل؟ إيه اللي حصل عشان التحول العجيب ده يتم؟ طيب، عشان نفهم الرحلة دي لازم نرجع بالزمن لورا خالص، نروح مكة ونشوف عمر كان عامل إزاي قبل ما أي حاجة تتغير. بصوا، في مكة وقتها اسم عمر بن الخطاب لوحده كان كفاية. اسم له هيبة وقوة، شخصيته كانت حاسمة جدا ومبادئه واضحة. أهم حاجة عنده النظام، وأي حاجة يشوفها غلط لازم يصلحها بإيده. والقناعات الراسخة دي هي بالظبط اللي خلته يقف في وش الدعوة الجديدة بكل ما يملك من قوة. لكن كل القناعات دي كانت على وشك إنها تتغير بالكامل في لحظة واحدة. ومش أي لحظة، دي لحظة ما كانتش هتغير مسار حياته هو وبس، دي كانت هتغير شكل التاريخ كله. الشرارة بدأت إزاي؟ لما وصلوا خبر إن أخته هو اتبعتت الدين الجديد. هنا بقى الغضب سيطر عليه بشكل كامل، وانطلق لبيتها وهو مقرر إنه لازم يحسم الموقف ده بقوته المعهودة. بس الغريب إنه أول ما دخل بيتها كل حاجة وقفت. سمع كلام عمره ما سمعه قبل كده، آيات من القرآن. الكلمات هذه قدرت تخترق كل الغضب اللي جواه، وقفته في مكانه. حس بقوة غريبة في الكلام هذا، وكأنه موجه لإله هو بالذات. وفجأة كل الضوضاء اللي في عقله سكتت. وفي لحظة السكون دي الغضب اتحول لصراع داخلي رهيب. أسئلة بدأت تدور في عقله: إيه الكلام ده؟ وإزاي له قوة وجمال بالشكل ده؟ طيب ليه؟ ليه حاسس إنه حقيقي؟ الصراع ده كان هو نقطة التحول اللي مفيش منها رجوع. ومن وسط كل التساؤلات دي طلع بقرار واحد بس، قرار مصيري، إنه هيروح للنبي محمد بنفسه. بس المرة دي الوضع مختلف تماماً. مش رايح عشان يعادي ويواجه، لأ، المرة دي رايح عشان يفهم. والمفاجأة كانت صدمة للكل فعلاً. عمر بن الخطاب في نفس اليوم بيقابل النبي وبيعلن إسلامه، وبكده أشد وأقوى معارض للدعوة أصبح هو نفسه أقوى مدافع عنها. طيب، حد ممكن يسأل: الشخصية القوية دي راحت فين بعد إسلامه؟ الإجابة بسيطة: القوة دي ما تحولتش لضعف، بالعكس اتحولت لعدل. وده ظهر بوضوح في فترة حكمه كخليفة. كحاكم طريقته كانت فريدة من نوعها. كان عنده عادة إنه يلبس لبس بسيط جدا بالليل وينزل يمشي في الشوارع لوحده. طب ليه؟ عشان يشوف بعينه الناس عايشة إزاي ومحتاجة إيه، من غير أي حواجز أو رسميات. وفي ليلة من الليالي دي وهو ماشي سمع صوت بكاء أطفال جاي من بيت متواضع. لما سأل أمهم عرف إنهم بيعيطوا من الجوع. هنا بقى بنشوف فلسفة عمر في الحكم. المسؤولية بالنسبة له مش أوامر بتطلع وخلاص، لأ، دي مسؤولية شخصية. عشان كده أمن نفسه وراح لمخزن الدولة وشال كيس الدقيق التقيل على كتفه. ولما واحد من مساعدينا عرض عليه المساعدة وقالوا: أنا أشيل عنك يا أمير المؤمنين، كان رد عمر درس في حد ذاته. قالوا: وهل ستحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وبالنسبة له جوع الأطفال دول كان ذنبه هو ومسؤوليته هو. الموقف ده ما كانش استثناء على فكرة، لأ، ده كان بيلخص المبدئين الأساسيين اللي بنى عليهم حكمه كله: العدل اللي ما يعرفش استثناءات، والرحمة اللي بتوصل لكل الناس. مبادئه كانت واضحة وصريحة. القانون عنده واحد على الكل، مفيش فرق بين غني وفقير أو قريب وغريب، لدرجة إنه حاسب ابنه بنفس الشدة اللي بيحاسب بيها أي حد تاني. كان أكبر مخاوفه هو الظلم، وكان شايف نفسه مسؤول شخصياً عن كل واحد محتاج في الدولة مهما كان مكانه بعيد. فلو بصينا على رحلته كلها هنلاقي تحول يكاد يكون مستحيل. قوته اللي كانت موجهة ضد الإيمان بقت هي نفسها قوة في خدمة الإيمان. الشخص اللي الناس كانت بتخاف منه لشدته بقى محبوب بسبب عدله. والراجل صاحب القناعات الصلبة أصبح رمز حقيقي للتواضع والرحمة. في النهاية قصة عمر بتعلمنا درس مهم قوي: إن القوة الحقيقية مش في الثبات على الخطأ أو العند. القوة الحقيقية هي إنك تملك الشجاعة عشان تتغير للأفضل لما تشوف الحق. إن أعظم قوة ممكن يمتلكها أي إنسان هي القدرة على إنه يعيد بناء نفسه من جديد عشان يكون نسخة أحسن.